يعد الفنان السوري كنان أدناوي من أمهر عازفي العود في العالم العربي، فقد أضاف لمسة غربية في عزفه للعود مع الإبقاء على الأصل. كنان أدناوي فضل البقاء في وطنه، لكن هذا لم يمنعه من السفر بين الفينة والأخرى للتعريف بنفسه في مهرجانات موسيقية في بلدان أجنبية وعربية. فعليا أي عازف أكاديمي فينا نقول أو عازف ببداية تجربته الفنية الشخصية في كتير صعوبات باستمرارية الموسيقى اللي عم بقدمها. صعوبات أيضا تتجلى في دعم هيدي المشاريع الموسيقية. أحيانا المؤسسات الرسمية بتدعمك ضمن نطاق معين ما بتقدر تطلع عنه. بذات الوقت أي موسيقي يبحث للاستمرارية في إنتاج الموسيقى، في العروض الموسيقية، في نشر موسيقته في أكثر من مكان، ليس على النطاق المحلي، يمكن أكثر على النطاق العربي أو حتى العالمي. نحن كموسيقيين شباب في كتير صعوبات، خصوصا الآلات العربية. الآلات العربية هلا في مستوى كتير متطور للعازفين بالعالم العربي. هلا مثل ما أنا حكيت إنه نتيجة المناهج الأكاديمية الجديدة اللي اندرست، نتيجة المعاهد العليا اللي قدمت جيل كتير مهم في عدة دول وليس فقط في سوريا. آلة العود في العالم العربي تطورت كتير بحكم آخر 20 أو 30 سنة. صار في كتير أساليب منوعة بعزف آلة العود في العالم العربي. أحيانا بنفس البلد بتلاقي أكثر من أسلوب وأكثر من شكل للتقاسيم للزخارف وتلوين الموسيقى وقت العازف بيلعب بعض القطع الموسيقية. تطورت مو بس آلات العود، آلات العربية عموما أو الآلات الشرقية كتير تطورت بالفترة الأخيرة. ومستقبل آلة العود مستقبل مهم بعتقد، لأنه صارت منتشرة أكثر، ليست على نطاق التقاليد الشرقية أو التخت الشرقي أو الأوركسترات الشرقية. صار في لها وجود بكتير أنماط موسيقية مختلفة، وصار في ناس كمان تكتب لهيدي الآلة بطريقة مختلفة ومعاصرة بتقدر توصل من خلالها موسيقتها يعني جمهور منوع وليس الجمهور الكلاسيكي العربي اللي بالنهاية أكيد هيدي الآلة جزء من هويته، ولكن الآلة بحكم تطورها وتطور العازفين فطبيعي رح نشوفها بمحلات أخرى غير الشكل الطبيعي أو التقليدي لها الآلة. الموسيقى تتطور، والموسيقيين بحكم تجاربهم واحتكاكهم بموسيقى العالم ودراستهم بشكل جيد أو تمرينهم لموسيقتهم المحلية، هذا الشيء حكما رح يعطي نتائج جديدة بتعاطيك مع الموسيقى اللي انت بتمتلكها، تعاطيك مع آلتك ذات نفسها، آلة العود. من خلال هاي الأشياء يعني لحالها الموسيقى بتاخدك لحتى تبلش مسار جديد ومسار مختلف. في عالم بتقول نحن منكفي ما فعله السابق اللي قبلنا. الموسيقى هذا طبيعي، الموسيقى هي عملية تطور مستمر، والعازف والمناهج الموسيقية وآلاتنا وأساليب عزفنا هي أيضا نتيجة أشياء نحن اشتغلنا عليها وعزفناها واحترفناها، بعدين من خلال هذا المخزون قدمنا أشياء جديدة بالموسيقى. نحن بنوصل العالم بحكم
هلا أكيد في شغلات نحن بنقدمها ستاندرد كعود، عود بالمطلق كسولو. في شغلات بنقدمها نتيجة شراكة مع فرق وموسيقيين مختلفين، مثل هلا نحن عنا مع الأورجن. هيدي تجربة بعتقد جديدة ومميزة، لأنه عم نعزف شغلات من تأليفنا كموسيقيين، مانا أنه شغلات يعني قديمة أو هيك. جربنا نحاول نعمل أشياء جديدة في هذا المشروع، قد تكون بداية لأشياء أخرى بالموسيقى وبالارتجال، وأيضا تعطينا كتير أفق كيف نتعامل مع آلات ضخمة صوتيا وإمكانيات قوية بالصوت وبالفكر، مقابل نعزف عود ونبين صورة العود ووجه العود الأصيل مع الأشياء اللي فينا نقول عنها حديثة تقنيا أو كتجربة صوتية جديدة.